فيديو النهارده مش عن المهارة الفردية، ده عن طبخة الفريق الصح. لو فاكر إنك لو جمعت 11 ميسي هتكسب الدوري، فغالبا أنت هتخسر من أول فريق منظم يقابلك. دايما بنسمع جملة الفريق ده كله معلمين، وبنفتكر إن دي حاجة كويسة، بس في لغة الكورة دي كارثة. لو الفريق كله عاوز الكورة تحت رجله عشان يرقص، مين اللي هيجري؟ ومين اللي هيقطع؟ ومين اللي هيشيل الشنطة؟ النهارده هنعرف ازاي نجمع فريق كوره ناجح ومتوازن. سيبك من السكيلز والمهارات وتعالى نوزع الادوار صح. في الكوره احنا محتاجين 3 انواع من اللعيبه: اللاعب الكرييتيف او المبدع، ده بقى الرسام اللي بيصنع اللعب واللي بيقدر يخلص الماتش بلمسه واحده. اللاعب الوركر او الشغيل، ده بقى مسمار نص الملعب او الظهير اللي ما بيبطلش جري، ده اللي بيدي حريه للمبدع انه ما يرجعش يدافع. النوع التالت هو اللاعب الليدر، ده بقى المدرب اللي موجود جوه الملعب اللي بيلم الفرقة لما الأداء أو الريتم بيقع. أما لو اتكلمنا عن التشكيل فلازم تبقى عارف مين ينفع يلعب جنب مين. ما ينفعش تجيب 2 مساكين شبه بعض. لو الاتنين لعيبة كورة ممكن يتضربوا في كورة عالية، ولو الاتنين خبيطة مش هتعرف تبني هجمة. الخلطة: واحد لعيب كورة وجنبه واحد روح وجرينتا التحاماته قوية وبياكل النجيلة. خط النص محتاج تركيبة تانية خالص، محتاج المثلث السحري: اللاعب الديستروير رقم 6، مسمار نص الملعب، ملوش في المهارات، بيقطع ويسلم لأقرب واحد. رقم 8 البوكس تو بوكس، ده الرئة اللي بيظهر في منطقة جزاء المنافس ويرجع يغطي ورا الباك. صانع الألعاب رقم 10، ده اللي مسموح له يغلط ومسموح له ما يجريش كتير، بس في لحظة يضرب خط دفاع كامل بباص واحد. أما في خط الهجوم لو عندك الوينجين بيحبوا يضموا للعمق، الزحمة هتقتلك. لازم يكون عندك تنوع: واحد حريف بيخش لجوه والتاني عداء يفتح الملعب على الخط عشان يشد الدفاع. تحليل الأداء بيقول إن الماتش 90 دقيقة، الكورة بتبقى تحت رجل اللعيب الواحد بحد أقصى دقيقتين. ال88 دقيقة التانية بيعمل فيهم إيه؟ لو الفريق كله معلمين، مفيش حد هيعمل شادو رانز عشان يسحب المدافعين، مفيش حد هيعمل كونتر بريس أول ما الكورة تضيع. النتيجة: فريق تقيل في الحركة وسهل جدا تضربه بالمرتدات. عشان تعمل فريق مرعب دور على التكامل مش التشابه. الكورة لعبة جماعية والجمهور بيحب الحريف، بس المدرب بيعشق اللي ينفذ الأدوار. قولوا لي في الكومنتات مين أكتر فريق شفته في حياتك كان مكتمل وفيه التنوع ده، ومين الفريق اللي كان أسماء مرعبة وفشل. لو عجبك التحليل ده ما تنساش تتابعني لايك وشير عشان اللي جاي كله تقيل. سلام.